الصيف سالا والقرايه رجعات، عام جديد بدا، سنه دراسيه جديده بدات، دروس بداو والامتحانات ما بقى ليهم والو. لكن انت كتشوف دراري صحابك بحالك بحالهم تيجيبوا نقاط زوينين ومحترمين، وحتى انت ما كرهتيش تجيب بحالهم، ولكن ما عرفتيش السر. ثق بيا فاش غتعرف السر ورا هادشي كامل غتبقى تقول مع راسك علاش ما كنتش كندير هادشي من شحال هادي. بغيتي تجي من الاوائل في القسم ديالك في هاد الامتحانات وبغيتي تفرح والديك في اخر السنه، تبع معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. ولا كنتي من الناس اللي غادي يخليوه حتى يقرب يوصل الامتحان عاد باش يبداو يراجعوا نهار الامتحان يبداو يقولوا ريحش حطوا لي ورقه كتبش سميتي وخرج اش ما حافظش. وكنوعدك الشخص اللي كيتفرج في هذا الفيديو دابا ماشي هو الشخص اللي غادي يكون في نهايه الفيديو. داكشي علاش بغيتك تركز معايا مزيان وتتبع الفيديو من الاول حتى الاخر باش تفهم كل شيء وما تزقل والو. ولا كان فيك العيا ولا الملل حفظ الفيديو حتى ترجع ليه من بعد. اولا كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. ما غنطلب منك لا دير لا لايك ولا سبسكرايب ولا حتى شي حاجه، غنطلب منك تجيب الكيت ديالك وشي كاس ديال القهوه ويلا نبداو. في هذا الفيديو غنعطيك 5 ديال الطرق على كيفاش تراجع الامتحان ديالك. ما بغيتكش تكون من هذاك النوع اللي ما كيطلع على الكتاب حتى كيقرب وقت الامتحان، ولكن ثق بيا صديقي فاش غتبدا تعطي الوقت المراجعه ديالك وتبدا تراجع الدروس ديالك قبل ما يوصل الامتحان غتحس براسك حيدتي عليك واحد الثقل كبير. وفين ما يقرب موعد الامتحان تكون انت ديجا مبريباري مزيان وموجد كلشي من ا حتى زد. هنا كتدخل الامتحان بكل ثقه في نفس، وهنا كتكون حيدتي عليك كاع داك ستريس والضغط ديال الامتحان. وبالاكثر من هادشي فراه المعلومات كتبقى مرسخه لك في عقلك دائما. ما بغيتكش تكون من هذاك النوع اللي كيبقى ياجل اي حاجه وتقدر تقول لي اي حاجه يقول لك حتى الغدا. لا، بغيتك تكون صارم وما تاجلش العمل ديال اليوم لغدا، وهذه بغيتك تطبقها في الحياه ديالك كامله ماشي غير في الدراسه. غنقول لك واحد العباره وبغيتها تبقى لاصقه لك في دماغك: لا تؤجل العمل اليوم الى الغد. كنتي داير بروغرام باش تبريباري اليوم خاصك تبريباري وخا يوقع اللي وقع من غير الا كانت شي حاجه ضروريه. وبغيتك ديما تبقى ملتزم بالمهام الدراسيه ديالك، واي درس تحط قدامك تراجعه، وديما بدا بالمهام الصعيبه عاد دوز للسهله. وإلا تعطلتي وما درتيش هادشي حاول تعاقب راسك في كل مره. مثلا ما حفظتيش شي درس في شي ماده غتقول مع راسك صافي حتى الغدا ونحفظو، لا هاد الدرس خاصني نراجعو اليوم، بما انني ما راجعتوش فانا غنعاقب راسي ونحفظ هاد الدرس ونحفظ الدرس اللي موراه. وهذه هي العقليه اللي بغيتي تكون عندك. تقدر تبان لك هذه شي حاجه ساهله وما عندها حتى شي دور، ولكن بغيتك انت صديقي اللي كتفرج في هذا الفيديو دابا في كل مره تبغي تراجع الدروس ديالك حاول تحيد من حداك اي حاجه غادي تبرزك وتشتت الانتباه ديالك. غادي نعطيك جوج امثله شي حوايج اللي يقدروا يشتتوا الانتباه ديالك ونبغيك تجنبهم. اول مثال هو فاش تكون كتراجع حاول قدر المستطاع باش ما تراجعش في شي بيت اللي فيه شي تلفازه خدامه ولا فيه شي راديو خدام ولا فيه شي حد كيهضر حداك، حيت راه والله ما غادي تقدر تراجع وانت وسط هذاك الصداع كامل وما غادي تدخل لك حتى شي حاجه لدماغك. ولا بغيتي تراجع كنفضل انك تراجع في شي بلاصه مخصصه للدراسه ولا شي مكتبه ولا شي جرده خاويه، المهم شي بلاصه اللي ما فيهاش الضجيج. ثاني حاجه وهذه خاصك تجنبها قدر المستطاع حيت كتزيد دمرك نهار على نهار، وهي الهاتف ديالك. كيف ما سمعتي كنتي كتحس براسك ديما عيان ومدقدق وما قادر دير والو في نهارك، فراه السبب الاول هو الهاتف ديالك، حيت تقدر نوتيفيكاسيون صغيره تبدل لك نهارك كامل. وكنصحك تبدا تنقص من الاستعمال ديالو، وفين ما تبغي دير شي حاجه مهمه حاول تحيد التليفون من حداك ولا طفيه ولا دير ليه سيلونس ولا دير ليه الطياره. في كل مره تكون كتراجع شي درس ماشي بالضروره تبقى نهار كامل وانت كتراجع، هادشي غادي غير يزيد يكرهك في المراجعه وما غاديش تبقى تبغي كاع تراجع. داكشي علاش في كل ساعه راجعتي فيها حاول تاخذ ما بين 15 حتى 30 دقيقه كاستراحه، ما دير فيها والو، ما تشوفش في الكتاب كاع، طيب لك شي حاجه كولها ولا دير شي حاجه اخرى، المهم حاول تبعد على الكتاب وخذ لك استراحه. غنعطيك واحد النظام زوينه تمشي به وغادي يعجبك. مثلا انت دير بروغرام انك غادي تجلس تراجع 3 ديال السوايع، فكل ساعه من السوايع تاخذ 15 دقيقه استراحه لا اقل ولا اكثر، وغادي تبقى لك 45 دقيقه هذه بغيتك تحط فيها جهدك كامل. هاد الطريقه كنت كنستعملها انا وكتعطي نتائج زوينين، تقدر تعجبك، جربها ورد عليا في التعليقات. ونهار في السيمانه حاول ما تراجع فيه ما والو باش ما تملش وتبقى ديما موتيفي.
في كل مره تشوف النتائج ديال ديك التماره كامله اللي ضربتي خرجوا نتائج زوينين، حاول تقول الحمد لله اولا وتكافئ راسك بشي حاجه. مثلا دوزتي شي امتحان صعيب وجبتي فيه نقطه زوينه نظرا للجهد اللي بدلتي وتماره اللي ضربتي كامله. حاول تكافئ راسك بشي حاجه زوينه، مثلا نهار في السيمانه حاول ما تراجع فيه ما والو، ما تشوفش فيه الكتاب كاع. هادشي غادي غير يزيد يموتيفيك وغادي يساعدك باش ما تملش وتبقى ديما واقف. بغيت نسولك صديقي سؤال واحد فقط، فاش غادي تسالي العام وتمشي باش تجيب النتيجه ديالك والاصدقاء ديالك والجيران ديالك كلشي مفرح والديه الا انت، وكاع الامهات والاباء فرحانين بولادهم حيت عارفين راسهم ديك التماره اللي ضربوا باش يجيبوا لهم لقمه العيش ويوفروا لهم جميع الظروف ما مشاتش في الخاوي، الا الوالدين ديالك انت اللي خيبتي ظنهم فيك. واش عرفتي الاحساس اللي غادي تحس به امك فاش غادي تشوف كلشي فرحان الا انت؟ واش عرفتي الاحساس اللي غادي يحس به باك فاش غيشوف كلشي ناجح الا انت؟ ما بغيتكش تخليهم يحسوا بهذا الاحساس، كون راجل. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو وكنبغي نشكرك بزاف الا كنتي وصلتي حتى لهنا. فوالا لي زامي كانت هادي لا فيديو، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبتكم ما تنساوش تخليو واحد لايك وسبسكرايب وشي كومونتير زوين بحالكم، وتهلاو في راسكم.